وبيرجع الكاتب لفكرة المعاناة دي في الفصل الخاص بسيزيف. سيزيف زي ما كتير منكم عارفين هو الشخص اللي الأسطورة الإغريقية بتقول إن الآلهة حكمت عليه بإن هو يمسك صخرة ويطلع بيها الجبل، وأول ما يوصل فوق تقع الصخرة تاني، فينزل يجيبها ويطلع تاني، أول ما يوصل عند القمة تقع الصخرة تاني. فبالتالي سيزيف بيعيش حالة لا نهائية أبدية من محاولة الوصول ثم البداية من جديد. فده شقاء أبدي. بيشوف ان احنا في حياتنا اليومية ورثة لسيزيف، احنا بننام كل يوم ونصحى في دوامة الحياة والمسؤوليات، كأننا بنشيل كل يوم الصبح صخرة ونطلع بيها الجبل وترجع تقع تاني في آخر اليوم، ونرجع ننام ونصحى تاني يوم نشيل نفس الصخرة تاني. وبياخدنا الكاتب من فكرة الصخرة إلى فكرة التصالح مع المعاناة. اللي هل الحل ان احنا نسيب الصخرة أو ننكر ان هي ثقيلة؟ أكيد لا، لكن ان احنا ندرك ان الحياة بمسؤولياتها والتزاماتها والهموم اللي بنشيلها فيها وهموم الناس اللي بنحبهم هي مش عقبات في طريق الحياة، لكن هي الحياة نفسها. هي الحياة هي عبارة عن عملية شيل الصخرة دي، والمعنى اللي بنلاقيه في عملية الصعود اليومي بالصخرة هي دي السعادة اللي بنلاقيها جوه المعاناة. حتى لا تفور القهوة، محاولة لاستعادة الحياة على نار هادية.